السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى معايا في وصفة من وصفات سوسو. وصفة اليوم غادي نشارك معكم هاد الخبيزات معمرين اللي كيجيو لذاذ ورائعين. ندوزو نشوفوا طريقة التحضير مع ذكر المقادير. كناخذ واحد المقله كندير فيها الزيت النباتيه وكندير فيها واحد 2 بصلات كبار مشلضين رقاق. من بعد كنخليهم يتشحروا غير واحد شويه حتى تنزل البصله وكنضيف ليهم الفلفله مقطعه. انا هنا استعملت الفلفله حمراء غالبه على الفلفله خضراء، لحقاش الفلفله حمراء كتعطي واحد المذاق زوين. من بعد كناخذ واحد 2 خيزوات متوسطين وكنحكهم في الحكاكه رقيقه وكنضيفهم للخليط وكنحرك هاد العناصر مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها. كندير واحد شويه د الملحه. من بعد كنضيف واحد 250 غرام ديال الكفته. تقدروا تستعملوا صدر ديال الدجاج مطحون حتى هو تيجي زوين. وكنضيفوا العطريه كتبقى اختياريه. بالنسبه للعطريه اللي استعملت فانا درت واحد المعلقه صغيره ونص ديال التحميره، درت واحد نص معلقه ديال الخرقوم البلدي، درت واحد 4 معالق ديال البزار، ودرت واحد نص معلقه ديال القزبر يابس، درت واحد نص معلقه مع مرش ديال الكمون، واحد شويه ديال الكوزه محكوكه والملحه. كنحرك هاد العناصر مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها وكنضيف ليها واحد 3 د الفصوص ديال الثومه محكوكين وواحد 4 د المعالق كبار عامرين ديال القزبر والمعدنوس مقردين رقاق. وكيكون المعدنوس غالب على القزبر كنديرو غير شي شويه ما كنكثروش منه. وكنضيف واحد الزلافه صغيره ديال الزيتون الخضر مقطع رقيق، وكنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه كتبقى اختياريه، تقدروا تضيفوها وتقدروا تستغناو عليها. كنحرك هاد العناصر مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها وكطيب لينا ديك الكفته. بالنسبه لهاد الحشوه هذه تقدروا تخليوها هكا وتقدروا تزيدوا ليها كما درت انايا واحد 100 غرام ديال الشحمه ديال الكلاوي تكون محكوكه في حكاكه رقيقه، كتضيفوها لهاد الحشوه هذه. صراحه كتعطي واحد اللذه زوينه بزاف بزاف. واللي ما بغاش يدير الشحمه يكتفي غير بهاد الحشوه هذه فهي تتجي رائعه. انا بالنسبه ليا نقص واحد شويه من هاد الخليط هذا باش نديرو بلا شحمه، وبالنسبه اللي بقى ليا فانا ضفت ليه الشحمه. بالنسبه للعجينه ديال الخبز اللي غادي نعمروا بهاد الحشوه هذه، فانا كناخذ واحد الزلافه كبيره ديال الدقيق ديال الفينو، كنضيف ليها واحد 3 زلايف ديال الفورس، وكندير واحد شويه د الملحه، كندير معلقه كبيره كنديرها في واحد شويه ديال الماء دافي، كنضيف لها واحد شويه د سكر سنيده حبيبات وكندوبها وكنضيفها لهاد الطحين هذا. انا هنا غادي نستعمل العجانه باش نسرع العمليه د العجينه. بالنسبه للعجينه خاصها تدلك مزيان، وخاص العجينه ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه، يعني تكون العجينه لينه. هنا كيف ما كتلاحظوا بعد ما تعجنات العجينه فهي كتجي على هذا الشكل هذا. العجينه كتجي طريه ولينه. كندهنوها بالزيت وكنغطيها بالسلوفان وكنخليها تخمر. من بعد غادي ندوز نشكل كويرات اللي غادي نعبرهم بالميزان. انايا بغيت الخبيزات يجيوني مقادين وعلى تقده وحده. من بعد غادي ندوز الكريسات في الدقيق ديال الفينو اللي خلطته بواحد شويه ديال الفورس وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق، ومن بعد غادي ندوز نحضر في الخبيزات.
هنا كيف ما كتلاحظوا فانا كناخذ جوج خبيزات بجوج خبيزات، كنبدا نقرص فيهم واحد شويه، من بعد كناخذ قرصه كنعمرها كندير فيها الحشوه، وكناخذ القرصه الثانيه وكنديرها فوق ديك الحشوه وكنسدها بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتلاحظوا كنحاول نسدها مزيان باش ما تحلش، وكنقرصها واحد شويه وكنحطها وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي. هنا كيف ما كتلاحظوا فانا خديت الكميه اللي نقصت من قبل، اللي ما زدت ليها الشحمه، فانا كنعمر بها الخبيزات وكنضيف واحد شويه الفرماج من الفوق محكوك، وكنسد الخبيزات بنفس الطريقه. كيف ما قلت لكم فالطريقه بجوج تيجيو زوينين ولذاذ، كيبقى غير الاختيار ديالكم الا بغيتو ديروا الشحمه او لا ما ديروهاش. هنا كيف ما كتلاحظوا فانا خديت مقله دهنتها بواحد شويه ديال الزيت وقرصت الخبيزه، زدت قرصتها واحد شويه باش ما يجيونيش غلاط. من بعد كناخذ شويه ديال الزيت النباتيه وكناخذ واحد الشيته وكنبقى ندهن فيهم من الفوق باش يتحمروا ياخذ واحد اللون ذهبي زوين، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي ديال الخبيزات. بالنسبه لهاد الخبيزات هادو معمرين صراحه تيجيو لذاذ، وفي نفس الوقت كنكونوا استغلينا اننا كلينا شويه ديال الخضره حنا ووليداتنا. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم ونتمنى تجربوها بالصحه والراحه، ونتلاقاو في وصفه اخرى من وصفات سوسو. بسلامه.